السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جاي نعمل مع بعض الكحك الاساور. عايزه اقولك حلو جدا بالشمر وبالعجوه، حاجه كده طعمها حلو جدا جدا. عايزه اقولك احنا عملناهاش في العيد، بس عملناها بعد العيد. بس عايزه اقولك كان طعمه حلو جدا. اول حاجه كده بنجيب معانا كوبايه ونص من اللبن الدافي. اهم حاجه يكون دافي يا جماعه عشان يتفاعل مع الخميره. وبننزل عليه بمعلقه كبيره من الخميره ومعلقتين من السكر، وبنقلبهم مع بعض كده وبنغطيهم وبنركنهم على جنب لحد ما الخميرة تتفاعل. بعد كده بقى بنجيب كيلو من الدقيق. طبعا ده دقيق متعدد الاستخدامات. بتجيبيه وبتنخليه كويس جدا زي ما انت شايفة كده، بننخله كويس جدا. طبعا هو عايزه اقولك ان هو كان نظيف، بس انا حبيت انخله، يعني انا ما بحبش استخدم اي دقيق غير لما انخله الاول صراحه. رغم ان هو مقفول وزي ما انت شايفه كده، يعني ما شاء الله ما طلعش حاجه خالص في النخل يعني. بننزل عليهم بقى بمعلقتين من السكر، مع نص معلقه من الملح، نص معلقه صغيره من الملح، مع معلقه ونص من الشمر المطحون. طبعا انت بتجيبي الشمر، عايزه تضيفي كمان عليه ينسون. ينسون بتحطي نص معلقه من اليانسون ومعلقه من الشمر، وثلاث معالق من السمسم. سمسم الابيض، ما بيبقاش متحمص ولا حاجه. وهنا بننزل عليهم ب100 جرام من الزيت و320 جرام من السمنه السخنه. انا ببقى مسخنه السمنه يا جماعه. يبقى انت عرفتي هنا، انا هكتب لك كل المقادير وبالجرامات في صندوق الوصف. إيه، كلها يعني كله بالجرام. خلاص كده احنا حطينا السمنة وحطينا الزيت، وحطينا طبعا السمسم وحطينا الشمر وحطينا السكر والملح. بنقلب كل دول كده مع بعض كده زي ما انت شايفة كده. طبعا هنا خلاص كده كانت الخميرة خلاص اتفعلت مع اللبن. بننزل كده بالخميرة مع اللبن، وبنبدأ بقى نعجن كل المكونات دي كده مع بعضها زي ما انت شايفة كده. اهو احنا بنحط بقى لغاية اخر حاجة خالص كده في اللبن بننزل بيها. طبعا هي العجينة هتبلك ان هي طرية خالص، بس مجرد انها هتشرب المادة بتاعة اللبن هتلاقيها بدأت يعني تنشف معاكي شوية كده. ما فيهاش مشكلة خالص. بتكوني انتي مدفية نص كوباية من المية. ما تحطيش بقى لبن تاني، عايزة تحطي لبن حطي، بس انا صراحة هنا استكفيت بكمية اللبن اللي انا حطيتها. هنا بقى انا دفيت نص كوباية من اللبن، من المية معلش، وحطيتها. بدأت احط منها كده حبة بحبة لحد ما العجينة بدأت معايا تطرى خالص. وكل شوية بعمل لها تجربة كده بايديا لحد ما اتأكدت ان هي خلاص كده ما بتشققش وانها ناعمة وجميلة جدا. بصي زي ما انت شايفة كده، خلاص كده العجينة بقت تمام. بسيبها بقى تستريح شوية كده بقيمة ربع ساعة، بغطيها كده بأي كيس بلاستيك وبسيبها لحد ما تستريح شوية كده. مش بسيبها لحد ما تخمر يا جماعة، تستريح بس قيمة 10 دقايق أو ربع ساعة بالكتير. بعد كده ببدأ استخدمها على طول. هنا بقى أنا كنت هعملها بالعجوة. طبعا بتجيبي نص كيلو من العجوة الناعمة وبتحطي عليها معلقتين من الزيت وبتدعكيها وتبدأي تعمليها صوابع زي ما انت شايفة كده. طريقتها سهلة خالص، بس انا ما صورتهاش. بس طريقتها هي مش محتاجة حاجة خالص يعني. بنبدأ بقى كده طبعا زي ما انت شايفة كده، بناخد قطعة من العجينة. طبعا ما بتبقاش قطعة كبيرة قوي، انا عايزة تبقى الكحكاية كده تبقى صغيرة كده وسط، يعني مش لا كبيرة قوي ولا صغيرة قوي. بنبدأ كده ناخد حتة عجينة صغيرة كده، وبنبدأ نبططها بالطول كده عشان نقدر نحط فيها صوابع العجوة. وبنبدأ نلفها كده على بعضها لحد ما بنعملها زي رول كده. وبنبدأ نقفلها بقى على بعضها كده. بتديكي طبعا الاسوره او الدايره اللي انت بتشوفيها دي. انا بعمل لك واحده كمان اهو عشان يعني تاخدي بالك من الطريقه. بنبططها بالطول كده يا جماعه، وبنحط فيها صوابع العجوه، وبنبدأ نقفل عليها كويس جدا عشان واحنا بنبرمها كده ما تفكش معانا. بصي اهو. وبتبدأي بقى طبعا تبرميها كده زي ما انت شايفة كده اهو، بالراحة خالص.
وبتبداي تقفليها بقى زي ما انت شايفه كده لحد ما تديكي الدايره اللي انت شايفاها دي. الطريقه سهله خالص ومفيش اسهل من كده والله. عايزه اقولك الحوار كله ما اخدش ربع ساعه في ايدي. زي ما ودي النتيجه طبعا. خلاص كده احنا كنا خلصنا. دي النتيجة. ده الجزء اللي بعجوة يا جماعة، لان انا كنت جايبة نص كيلو عجوة بس، فطبعا ما جاش في الكيلو، فانا عملت نص بالعجوة ونص سادة. وعايزة اقولك الاتنين كانوا احلى من بعض، سواء اللي بعجوة او اللي سادة. ده الجزء اللي كان بالعجوة. ده الجزء بقى السادة انا بوريهولك برضه اهو. بوريكي واحدة كده، انا حبيت اصور واحدة برضه عشان تشوفيها. برضه بتبططي بالطول وتبدأي برضه كده تعمليها رول كده ولحد ما خلاص تظبط معاكي، وبعدين بتقفلي الدايرة بتاعتك، وبعد كده بتحطيها على الصينية بتاعتك. ده شكلها النهائي اهو. صلوا على النبي يا جماعه عليه افضل الصلاه والسلام. واللي مشتركش في القناه يا ريت يشترك فيها ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد احنا بنقدمه ان شاء الله. ده بقى خلاص كده احنا كنا سويناها. عايزه اقولك ان التسويه بتاعته سهله جدا، وما تحاوليش تغيبي الصاج في الفرن عشان ما يصملش معاكي، يبقى طالع بخير وكده ويبقى طالع مستوي جميل. التسويه بتاعتك بتبقى بتولعي الفرن من فوق ومن تحت. من فوق بيبقى يعني مش الوسط، بيبقى اوطى من الوسط كده شوية، ومن تحت بتبقى الوسط. بتطلع معاكي. شوفي التسوية بتبقى جميلة جدا، وكل شوية بتغيري الصاج كده علشان الصاج ما يستواش من جنب وجنب لا. بصي شكلها بقى، عايزة اقولك كانت عاملة زي الخشاف. والله كانت عاملة زي الخشاف، طعمها تحفة. اعملي المقادير دي اعملي الطريقه دي بنفس المقادير والمكونات اللي انا قلتلك عليها دي، هتطلعي احلى كحك اساور شفتيه في حياتك بجد. طعمه كان حلو جدا وتسويته حلوه جدا زي ما انا قلتلك كده. التسويه ما بتسيبيهوش، ما بتوطيش خالص الفرن عشان الكحكه ما تصملش معاكي وتطلع ناشفه. لا انتي اظبطي الفرن من فوق من الشوايه، والنار ظبطيها من تحت علشان تطلع لك مستوية، وفي نفس الوقت تبقى بخيرها كده. بصوا شكلها حلوة جدا.